السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل حبايبكم يا رب. ان شاء الله النهاردة هنعمل الكنافة بأكتر من طريقة وكلهم أحسن من بعض. هنعمل الكنافة البورمة، هنعمل قبل الكنافة، كنافة بالجيلي والفراولة، وهنعمل كنافة بالكريمة والفراولة، وهنعمل الكنافة النابلسية بالجبنة العكاوي. يلا بينا نعمل أول طريقة. هنعمل أول حاجة الكنافة البورمة ونشوف هتتعمل ازاي. الطريقة دي حلوة وسهلة وبسيطة، وكمان لو عندك عزومة تقدري تعمليها قبلها بأيام وتحطيها في الفريزر. بس قبل ما أبدأ، لو لسه أول مرة تشوفيني انزلي حالا تحت الفيديو واضغطي زر الاشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك إشعار بفيديوهاتي الجديدة. عندي نص كيلو كنافة. الكنافة دي كانت عندي في الفريزر، طلعتها وهي مجمدة كده وضربتها في الكبة. ولو انتي جايباها طازة حطيها في الفريزر تجمد الأول، وبعد كده طلعيها وهي مجمدة قطعيها أو اضربيها في الكبة، المهم انها تكون ناعمة بالشكل ده. وعندي العسل بتاع الحلويات العادي اللي احنا بنعمله، بس المهم يكون تقيل بالشكل ده كده. وعندي هنا فول سوداني، انا حطيت عليه لون اخضر من الوان الطعام عشان يديه شكل حلو مع الكنافة. ولو عايزة تستخدمي اي مكسرات تانية مفيش مشكلة. وعندي معلقتين كبار من السمنة البلدي، وزي ما قلنا قبل كده الحلويات الشرقية طعمها بيختلف تماما لما بتعمليها بالسمنة البلدي. هروح اجيب معلقة، عايزة اوريكم العسل تقيل ازاي. لازم تعملي العسل تقيل قوي كده عشان الكنافة تمسك معاكي. العسل ده كوبايتين سكر عليهم كوبايتين مية وعصرة نص ليمونة. اول حاجة هعملها هاخد الكنافة احمرها، هنزل بالسمنة وعليها الكنافة. انا هعملها على البوتاجاز من فوق، لكن لو انت حابة تدخليها الفرن قلبيها مع السمنة كويس وحطيها في صينية ودخليها الفرن. لكن انا بعملها على البوتاجاز من فوق، بحس انها اسهل واسرع. هقلبها كويس كده مع السمنة وهاخدها واروح احطها على البوتاجاز. انا كده حطيتها على البوتاجاز وهفضل اقلب فيها بالشكل ده لحد ما تاخد اللون الذهبي. بدأت تتلون معايا زي ما انتوا شايفين كده. خلي النار تكون متوسطة عشان الكنافة ما تتحرقش منك. تمام كده، كده بقى لونها حلو. هطفي عليها بقى وتعالوا نشوف هنعمل ايه.
ودي كده الكنافة بعد ما اخدت اللون الذهبي الحلو كده زي ما انتوا شايفين. هضيف عليها بقى العسل. طبعا الكنافة لازم تكون سخنة والعسل بارد. هقلبهم مع بعض كويس عشان اشوف لو محتاجة عسل تاني. هضيف كمان شوية عسل. تمام كده زي ما انتوا شايفين كده. هوسع بقى المكان. عندي هنا فويل، حطيها على اي ورق عندك. لو عندك ورق زبدة مفيش مشكلة. وعندي هنا المناديل البلاستيك دي، هحطها على الفويل بالشكل ده. وهوزع الكنافة زي ما انتوا شايفين كده. هضيف بقى الكنافة على الورقة التانية زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة انك لازم تفردي الكنافة وهي لسه سخنة، يعني ما تستنيش عليها لما تبرد. اول ما تنزليها من على البوتاجاز حطي عليها العسل وافرديها بسرعة. وانا بفردها كده لازم اضغط عليها عشان الكنافة تمسك مع بعضها. تمام كده. هفردها كويس بقى. واهم حاجة وانت بتفرديها افرديها على شكل مربع او مستطيل عشان تعرفي تلفيها ويكون شكلها حلو. انا بضغط عليها جامد جدا عشان الكنافة تمسك مع بعضها. وبعدين هجيب الفول السوداني وهضيف عليه معلقتين من العسل. هقلبهم مع بعض كويس. هضيف كمان شوية عسل. العسل ده علشان الفول السوداني يمسك مع الكنافة. هقلبه كويس جدا.
وبعد كده بوزعه على الكنافة زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده. وبعدين همسك الورقة وهلف الكنافة رول بالشكل ده كده. اهم حاجة وانتي بتلفيها اضغطي عليها جامد جدا. تمام كده. هلف الورقة وهقفل عليها بالفويل كويس. اهم حاجة وانا بقفل عليها برضو بضغط عليها تاني وكده. خلصت اول واحدة، هعمل التانية بنفس الطريقة. تمام كده. بقفل عليها بالفويل كويس وبرضو بضغط عليها. وكده خلصنا التانية. هاخد بقى الكنافة بالشكل ده كده واحطها في الفريزر وهسيبها في الفريزر 3 ساعات لحد ما تتجمد، ونرجع نشوف هنعمل فيها ايه تاني. ودي الكنافة بعد ما سبتها 3 ساعات في الفريزر. هشيل بقى الفويل من عليها. ده شكلها. هروح بقى اقطعها بالسكينة. عايزة اقولك بس حاجة، لو لقيتيها مجمدة زيادة عن اللزوم والسكينة مش ماشية فيها، سيبيها تفك شوية وبعد كده قطعيها.
هروح اقطعها ونرجع تاني نشوفها. ودي كده الكنافة البورمة بعد ما قطعتها، طعمها حلو جدا وشكلها كمان زي ما انتوا شايفين كده. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ويلا بينا نعمل تاني طريقة، وهي الكنافة النابلسية بالجبنة العكاوي. عندي هنا نص كيلو كنافة ألوان زي ما انتوا شايفين كده. الكنافة دي بقت موجودة في أماكن كتير، بتتباع جاهزة بالشكل ده كده. ولو ما عندكيش هاتي كنافة البيضة العادية ولونيها بألوان الطعام، هتطلع معاكي بالشكل ده. وعندي هنا الجبنة العكاوي اللي هستخدمها، ده شكلها. وبشريها على المبشرة، وانا هنا عملتها بالشكل ده كده. وعندي معلقتين سكر، وده العسل بتاع الحلويات العادي اللي بنعمله. وعندي سمنة بلدي. هوسع المكان. وهروح اجيب الصينية اللي هعمل فيها. هدهنها بالسمنة. خلاص كده. هجيب بقى الكنافة وهضيف عليها السمنة اللي عندي، وهخلطهم مع بعض كويس عشان الكنافة كلها تتشرب من السمنة. هضيف كمان سمنة. وبعدين هضيف على الكنافة معلقتين سكر. لو انتي مش حابة السكر مفيش مشكلة، مش لازم. هي كده كده بيتحط عليها العسل. هخلطهم مع بعض تاني كده. وبعد كده هحط اول طبقة في الصينية من الكنافة. عايزة اقولك حاجة، لما تيجي تعملي الكنافة دي اعملي صينية صغيرة بحيث انها تتاكل على طول، لان الكنافة دي تتاكل وهي سخنة. لو سبتيها تبرد شوية الجبنة ممكن تنشف فيها، فأهم حاجة تتاكل وهي سخنة. فانت اعملي حاجة صغيرة بحيث انها تتاكل، وبعد كده عايزة تعملي تاني اعملي تاني. هي سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت.
هجيب بقى الهراسة وهضغط عليها كده بالشكل ده كده. عايزة تضغطي عليها بايدك مفيش مشكلة، لكن انا بحس ان الهراسة بتظبطها اكتر. تمام كده. هوزع عليها بقى الجبنة. الكنافة دي حلوة قوي، وخصوصا بقى ان الجبنة العكاوي دي بتخلي طعمها تحفة. بس اهم حاجة حطي كمية كبيرة من الجبنة عشان تديكي المطة اللي انت عايزاها. لو حطيتي كمية صغيرة عادي مش هتمط معاكي. وبعدين هوزع اخر طبقة من الكنافة، هغطي بيها الجبنة كده بالشكل ده. وبعدين هضغط عليها كويس تاني بالهراسة. ودي كده الكنافة. همسح بس اطراف الصينية. هجيب معلقة وهضيف عليها معلقتين من السمنة. هوزع عليها من فوق كده معلقتين سمنة قبل ما ادخلها الفرن. تمام كده. هاخدها بقى ادخلها الفرن. هتقعد تقريبا في الفرن تلت ساعة على درجة حرارة 180، ونرجع نشوفها بعد ما تطلع.
ودي كده الكنافة بعد ما طلعت من الفرن. هوزع عليها بقى العسل وهي سخنة. الكنافة دي حلوة جدا، جربيها وان شاء الله هتعجبك. بس اهم حاجة زي ما قلنا تتاكل وهي سخنة. ويلا بينا نعمل الطريقة التالتة. هنعمل الكنافة بالكريمة والفراولة، والناس اللي ما بتحبش الفراولة ممكن تستخدمي اي فاكهة انت بتحبيها. عندي نص كيلو من الكنافة دي انا بشتريها وبعدين بحطها في الفريزر تتجمد كويس جدا، وبعد كده بضربها في الكبة تبقى ناعمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو مش عايزة تعمليها في الكبة افركيها بايدك برضه هتبقى ناعمة بالشكل ده. اهم حاجة جمديها في الفريزر كويس جدا قبل ما تستخدميها. عندي فراولة، ولو مش حابة الفراولة ممكن تستخدمي اي فاكهة موجودة عندك. عندي كريم شانتيه، معلقتين كبار من السمنة البلدي، ولو مش موجود سمنة بلدي ممكن تستخدمي اي سمنة تانية، لكن الافضل والاحسن فيها السمنة البلدي. وعندي عسل الحلويات، العسل ده انا بحبه وسط، لا هو تقيل ولا خفيف. وطبعا عندي كريسبي للتزيين، لو انت مش حابة تزينيها مفيش مشكلة. اول حاجة بعملها بجيب طاسة او حلة اللي موجود عندي وبنزل بالسمنة وعليها الكنافة. اهم حاجة الكنافة لازم تبقى معاكي ناعمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا عمرها ما هتطلع معاكي ناعمة كده الا اذا جمدتيها كويس جدا في الفريزر قبل ما تستخدميها. يعني انت اشتريها طازة لكن حطيها في الفريزر تتجمد كويس جدا قبل ما تستخدميها عشان تعرفي تفركيها او تعمليها في الكبة تطلع معاكي ناعمة بالشكل ده. وبعدين باخد الكنافة وبحطها على البوتاجاز لحد ما تتحمر معايا وتاخد اللون الذهبي. اهم حاجة طول ما هي على البوتاجاز افضل اقلب فيها عشان ما تتحرقش او لونها يكون غامق معايا. تمام كده، هتبدأ تتلون معايا. كده لونها حلو جدا. هطفي عليها بقى ونشوف هنعمل ايه تاني. ودي كده الكنافة بعد ما اخدت اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ اضيف عليها العسل، وطبعا كمية العسل على حسب كمية الكنافة اللي هتستخدميها. طبعا انا مش هضيف عليها عسل كتير عشان لسه في كريمة الحلويات الكريم شانتيه، والكريم شانتيه ده فيه سكر وانا مش عايزة سكرها يكون زيادة. تمام كده، بقلبهم مع بعض كويس جدا. هجيب بقى الكوبايات او الكاسات اي حاجة انت عايزة تحطي فيها.
انا عندي الكاسات دي، هبدأ اوزع فيها اول طبقة الكريمة، وبعدين بضيف عليها طبقة من الكنافة، ممكن لو انتي مش حابة تعمليها في كاسات زي ما انا بعملها كده، اعمليها في صينية كبيرة او بولة كبيرة زي ما انتي عايزة، ممكن تعمليها في حاجة واحدة يعني. هبدأ اظبطها كده عشان تكون متساوية. وبعدين طبقة من الكريمة، ممكن تعملي الكريمة بالمعلقة عادي، لكن الكيس الحلواني بيبقى سهل جدا في توزيع الكريمة عليها، وبريحك كتير جدا في التوزيع عن اي حاجة تانية. وبعدين بوزع عليها الفراولة، قطعي الفراولة زي ما انت عايزة تقطعيها بالشكل ده مفيش مشكلة، عايزة تعمليها مكعبات صغيرة زي ما انت عايزة. لو عندك اي نوع فاكهة تانية وعايزة تستخدميها مفيش مشكلة. تمام كده. بضيف عليها اخر طبقة وهي الكنافة، هعمل التانية.
تمام كده. هسيبهم بقى على جنب وهكمل كمية الكنافة في البولات التانية دي. هعمل زي ما عملت قبل كده، طبقة من الكريمة، طبقة من الكنافة، وطبقة من الفاكهة اللي موجودة عندي. تمام كده. ودي كده الكنافة بالكريمة والفراولة، طريقة سهلة وبسيطة جدا، وكمان ما بتاخدش اي وقت. وزي ما انتوا شايفين كده شكلها حلو جدا وطعمها احلى بكتير. ودي كده الطريقة الرابعة للكنافة. هنعمل كنافة بالجيلي والفراولة، طريقة حلوة وسهلة وبسيطة وما بتاخدش اي وقت. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير ونشوف هنعملها ازاي. عندي نص كيلو من الكنافة، عندي كريم شانتيه كريمة الحلويات، فراولة، ولو انتي مش حابة الفراولة ممكن تستخدمي اي فاكهة تاني. عندي كوباية من السمنة البلدي، وعندي ظرف من جيلي الفراولة. انا مش هستخدم سكر خالص، انا هكتفي بالسكر اللي في الكريمة. والجيلي كمان فيه سكر. لو انتي عايزة تضيفي، ولسه كمان هضيف على الكنافة عسل. لو انتي عايزة تضيفي مع الكنافة دلوقتي واحنا بنعملها مع السمنة معلقتين من السكر البودر مفيش مشكلة، لكن انا هكتفي بالسكر اللي موجود في الجيلي وفي الكريمة والعسل اللي هضيفه على الكنافة بعد ما تطلع من الفرن. دي الصينية اللي هعمل فيها. اول حاجة بعملها بدهنها بالسمنة كويس،
تمام كده بجيب الكنافة زي ما قلنا، لو انت حابة تضيفي دلوقتي معاها معلقتين من السكر البودر مفيش مشكلة، لكن انا هضيف سمنة بس. انا كده بضيف عليها السمنة البلدي. وبعدين بقلبها كويس جدا في السمنة. تمام كده. هجيب بقى الصينية اللي هعمل فيها، وهنزل بكل كمية الكنافة اللي عندي بالشكل ده كده. انا هعملها ديسك في الصينية. وبعدين معلقة بإيدك بأي حاجة عندك واكبسي الكنافة كويس جدا. أنا هنا هعملها بالهراسة دي هراسة البطاطس. هضغط عليها كويس جدا. تمام كده. لو ما عندكيش الهراسة دي اعملي بإيدك بمعلقة بأي حاجة عندك. وانت بتعمليها حاولي تظبطيها عشان يكون سمكها واحد، ما تبقاش حتة تخينة حتة رفيعة. تمام كده. هضيف على وشها بقى سمنة بلدي. تمام كده. هاخدها بقى واروح ادخلها الفرن. هتقعد في الفرن تقريبا تلت ساعة او ربع ساعة على درجة حرارة 200. ودي كده الكنافة بعد ما طلعت من الفرن. هضيف عليها بقى العسل. طبعا زي ما احنا متعودين الكنافة سخنة والعسل بارد.
تمام كده. بسيبها بقى تبرد خالص، اهم حاجة تبرد كويس جدا عشان ما ينفعش اضيف عليها الكريمة وهي سخنة. هسيبها تبرد، وبعد ما تبرد خالص نرجع نشوف هنعمل ايه. ويلا بينا نعمل الجيلي لما الكنافة تبرد. عندي هنا ظرف من الجيلي، جيلي فراولة، ولو انتي حابة اي نوع تاني اعمليه. وهضيف عليه كوبايتين من المية المغلية. تمام كده. وبعدين بقلب ده كله كويس جدا. هفضل اقلب فيه لما الجيلي يدوب خالص. طبعا انا مش هضيف سكر لان الجيلي اصلا فيه سكر، لكن لو انتي عايزة تزودي مفيش مشكلة، براحتك. تمام كده. وده كده الجيلي هسيبه برضو يبرد خالص، لان برضو ما ينفعش اضيفه وهو سخن على الكريمة، فهنسيبه يبرد كويس جدا. ودي كده الكنافة بعد ما بردت خالص. هجيبها وهبدأ اوزع عليها الكريمة. تمام كده. ودي كده الكريمة هبدأ اوزعها بقى على الكنافة. اهم حاجة وزعيها كويس جدا عشان بعد كده لما تحطي عليها الجيلي ما يسقطش تحت. هعمل الناحية التانية. خلاص كده. هجيب بقى الفراولة وهقطعها واوزعها عليها. طبعا لو انت مش عايزة فراولة حطي موز، حطي مانجا، حطي اي نوع فاكهة عندك، كيوي، اي حاجة عندك حطيها. انا هنا قاسمة الفراولة على 2، وهبدأ اوزعها عليها. وزعي انت بالشكل اللي انت عايزاه. وزي ما قلنا لو انت مش حابة تضيفي الفراولة ممكن تضيفي موز، كيوي، مانجا، اي حاجة عندك انت عايزة تحطيها حطيها. تمام كده. وبعدين بضيف عليها الجيلي.
اهم حاجة لازم الجيلي يبرد خالص علشان ما يسيحش معاكي الكريمة، ما ينفعش تحطيه وهو سخن. انا بسيبه يبرد خالص وبعد كده بحطه عليها بالشكل ده كده. تمام كده. هاخدها بقى واروح احطها على رف التلاجة واسيبها لحد الجيلي ما يتماسك خالص. اهم حاجة اوعي تحطيها في الفريزر، حطيها على رف التلاجة. هروح احطها على رف التلاجة ونرجع نشوفها بعد ما تطلع. تمام كده. وده كده شكلها بعد ما طلعت من التلاجة، والجيلي بقى متماسك جدا. دلوقتي بقى تطلعيها من الصينية دي وانت مطمنة. خدي بالك لو الجيلي مش متماسك معاكي كويس جدا، لما تيجي تطلعيها مش هتكون متماسكة ولا هيبقى شكلها حلو. فأهم حاجة تسيبيها على رف التلاجة لما الجيلي يتماسك كويس جدا. وأهم حاجة كمان ما تحطهاش في الفريزر. تمام كده. وده شكلها بعد ما طلعتها من الصينية. طريقة سهلة وبسيطة جدا، جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. وكمان ما بتاخدش وقت وتنفع جدا في العزومات أو في أي مناسبة عندك. ويلا بينا نعمل الطريقة الخامسة والأخيرة. هنعمل كاب الكنافة محشية بالقشطة. برضو طريقة سهلة وبسيطة جدا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. أول حاجة عندي الكريمة اللي هستخدمها في حشو الكنافة، وهي عبارة عن المهلبية العادية اللي كلنا بنعملها، لبن ونشا وسكر. وبعد ما بتنزل من على البوتاجاز بحط عليها علبتين قشطة وبخلطهم مع بعض كويس. ودي كده الكريمة اللي أنا هستخدمها. عندي نص كيلو كنافة ألوان. طبعا الكنافة دي بقت موجودة في كل مكان. وعندي سكر مطحون. عندي سمنة بلدي، أهم حاجة في الموضوع السمنة البلدي. وعندي ده السيرب اللي هستخدمه للكنافة. أنا بحبه تقيل، أنا عاملاه تقيل لأن أنا عايزاه تقيل. ودي صينية الكب كيك اللي أنا هعمل فيها الكنافة. أول حاجة هعملها هدهن الصينية دي بالسمنة. طبعا لو انت ما عندكيش سمنة بلدي استخدمي اي سمنة، مفيش مشكلة. بس من الافضل في الحلويات الشرقية هي السمنة البلدي، بتديها طعم وريحة حلوة جدا. فانا هنا اول حاجة هعملها بدهن الصينية كده. تمام كده. هجيب بقى الكنافة وبضيف عليها السمنة. ومعلقتين من السكر المطحون.
وبخلطهم مع بعض كويس. اهم حاجة الكنافة تتشرب كويس السمن. تمام كده. كده كل الكنافة عليها سمنة زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى اوزعها في العيون بتاعت الصينية كده. وانا بحطها بضغط عليها كويس. وبعدين بوزع عليها الكريمة. حاولي ما تحطيش كتير عشان ما تخرجش من الاطراف بتاعه الكنافه. عايزه اقولك الكنافه دي حلوه جدا جدا، وخصوصا بقى لما بتتاكل وهي سخنه. يعني معروف كده الكنافه بالقشطه المفروض انها تتاكل وهي سخنه، تبقى ليها طعم تاني مختلف تماما. هبدأ بقى اقفل عليها بكنافه تاني زي ما انتوا شايفين كده.
تمام كده. كده انا خلصت الصينية كلها. بوزع بقى عليها سمنة كده زي ما انتوا شايفين. كده تمام. كده وزعت عليها كلها سمنة. هروح بقى ادخلها الفرن ونرجع نشوفها بعد ما تطلع. انا هدخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد تقريبا ربع ساعة تلت ساعة. ودي كده الكنافة بعد ما طلعت من الفرن، وده شكلها. هبدأ بقى اوزع عليها السيرب. طبعا هي سخنة والسيرب بارد، ولو انت حباها تكون طرية خلي السيرب بتاعك يكون خفيف. لو حباها تكون وسط خلي السيرب يكون كويس، لا هو تقيل ولا خفيف. ولو انت حباها ناشفة او بتقرمش شوية خلي السيرب بتاعك تقيل. تمام كده. كده وزعت عليها كلها السيرب. بسيبها بقى تتشرب السيرب كويس وبعد كده نرجع نشوفها. ودي كده الكنافة بالقشطة اللي عملناها زي ما انتوا شايفين كده. شكلها حلو جدا، ده غير كمان طعمها تحفة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وكده فيديو النهاردة خلص، وعملنا الكنافة بأكتر من طريقة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، واستنوني في وصفات تانية ان شاء الله. كل سنة وانتوا طيبين. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. صحة وعافية. بحبكم في الله.